إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. اغلبيه المصريين واغلبيه العرب عندهم المرض ده. انت رامي اللوم على البلد، رامي اللوم على الظروف. انا بحاول ان انا افوقك واقول لك اللي انا كنت نفسي ان انا اسمعه او حد يقوله لي، ان انت مش قليل وان انت مش غبي وان انت مش عشان عايش في مصر فده معناه ان انت مش هتنجح. الموضوع كله ابتدى لما انا عرفت ان انا مصاب بمرض اسمه مرض الاستحقاقيه، ومع الاسف اغلبيه المصريين واغلبيه العرب عندهم المرض ده. فانا اوعدك ان الفيديو ده هيغير لك طريقه تفكيرك، وفي نفس الوقت هيفهمك ازاي تتخلص من المرض ده، وفي نفس الوقت هيفهمك ازاي تبتدي تعمل فلوس من وانت قاعد في البيت، عشان مع الاسف محدش هيجي ينقذك غير ربنا سبحانه وتعالى وسعيك. طيب انا مين؟ انا اسمي طارق شعبان، انا خريج هندسه كمبيوتر، والحمد لله نصب عليا كتير قوي وفشلت كتير قوي، ولكن كل الكلام ده كان اهم حاجه حصلت لي وافضل حاجه حصلت لي. وبعديها بفضل الله فتحت ماركتنج ايجنسي، الحمد لله اشتغلت مع صناع محتوى كبار، والحمد لله اشتغلت مع شركات كبيره. وبعديها فتحت الحمد لله شركه مبيعات، ودلوقتي باسس جامعه اونلاين اسمها ماني لاب يونيفرسيتي. طيب ازاي ان انت تتخلص من مرض الاستحقاقيه، وازاي اصلا تعرف انت عندك المرض ده ولا لا؟ طب خلينا بقى نبتدي الموضوع من البدايه خالص. تمام؟ المرض ده اصلا بيتكون ليه وامتى؟ المرض ده مع الاسف بيتكون معاك من وانت صغير. ليه؟ لان ببساطه انت بتنشأ على فكره ان انت تستحق احسن حاجه، او انت تستحقي احسن راجل، مع ان انت ممكن او انت ما تبقاش احسن شخص، ما تبقاش شخص كويس اصلا او مناسب للوظيفه الفلانيه او الشخص الفلاني، بس انت مع الاسف اهلك والمجتمع كبروا فيك فكره ان انت تستحق احسن حاجه. فتلاقي مع الاسف شخص لسه خريج من جامعه حقوق مثلا او ايا كان الجامعه، وتلاقي ان هو مش مبسوط ان هو بيعمل 3000 جنيه او 5000 جنيه. انا معاك ان الموضوع صعب قوي، بس اسال نفسك هو انت اصلا تستحق رقم اكتر من كده؟ بمعنى انت قيمتك مش فيك انت كبني ادم، يعني قيمتك مش في الكلام اللي باباك ومامتك ولا المجتمع ولا اصحابك بيقوله لك. قيمتك في نضاره الحاجه اللي انت بتقدمها. بمعنى لو في 10 مليون زيك تمام بيقدموا نفس الحاجه، فبكل بساطه انت القيمه بتاعتك قلت لان هي مش نادره، فناس كتيره جدا بتقدمها، فهتلاقي ان في كومبيتيشن عاليه، هتلاقي ان في منافسه عاليه. فانت مثلا على سبيل المثال لو انت بتقدم الحاجه بتاعتك ب 100 جنيه هتلاقي في واحد تاني مستواه المادي والاجتماعي وكل حاجه اقل منك، فبالتالي مش هيبقى عنده مشكله ان هو يقدم نفس الحاجه دي ب 10 جنيه، فاهم؟ وانت عايز تقدمها ب 100 جنيه. طيب المشكله التانيه هي ان انت مش بتحاول انك تحسن من نفسك، انت رامي اللوم على البلد، رامي اللوم على الظروف، على المجتمع، على البيئه، وانت مقتنع انك تستحق احسن من كده، بس في الحقيقه ان انت ما تستحقش. احنا كبشر لا نملك اي شيء، احنا مش بنملك صحتنا ولا الارض ولا اي حاجه، كل ده بتاع ربنا. طيب ازاي بقى تتخلص من مرض الاستحقاقيه او عقده الاستحقاقيه؟ انك تفهم ببساطه ان قيمتك مش فيك انت كبني ادم في سوق العمل، لا، قيمتك في ازاي او قد ايه الحاجه اللي انت بتقدمها نادره. بمعنى ان مثلا لو جينا بصينا على دكتور جراح تمام، او مثلا مهندس اركتكتشر عبقري وبيعرف يستخدم تولز معينه مش اغلبيه المهندسين بيعرفوا يستخدموها، هتلاقي ان الشخص ده بيقبض مرتبات عاليه. هو على فكره هو انت كبني ادم ممكن تبقى احسن منه، بمعنى ان انت ممكن تبقى مؤدب اكتر منه، متدين اكتر منه، بتساعد الناس اكتر منه، وكل حاجه احسن منه، لكن هو كشخص مهندس او دكتور او ايا كان في المهاره بتاعته دي هو احسن منك، هو عنده حاجات مش عندك، فاهم؟ فدي نقطه بجد يا جماعه لازم تفهموها. وافهم برضو ان فكره انا استحق، انا غلط، والله العظيم غلط، انت ما تستحقش حاجه، فاهم؟ دي نقطه والله العظيم مهمه جدا، ما تخليش الموضوع ده يلخبطك. فدي حاجه. طيب ازاي تتخلص منه؟ ببساطه
تفهم ان انت قيمتك في النضاره اللي انت بتقدمها مش فيك انت. يعني افصل خالص شخصيتك اللي انت بتتعامل بيها مع اصحابك واهلك والمجتمع وكل الكلام ده عن شخصيتك اللي هي في العمل. دي حاجه ودي حاجه، فاهم؟ فانت ممكن تبقى زعلان المدير مثلا ما بيقدركش. هو يا ابني المدير مش فكره ان هو ما بيقدركش، بس هو عارف ان هو لو مشاك في مليون واحد هيجيله، فاهم؟ ما انت بتعمل حاجه تافهه، فهو مش شايف فيك القيمه للدرجه. هو عارف ان هو سهل ان هو يستبدلك. حلو قوي. طب انت ممكن تقول لي طب انا دلوقتي يا طاهر اعمل ايه؟ على فكره انا اسمي طاهر لو مش عارفين. طيب تعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي، اول حاجه انا متفاهم جدا ان انت تايه، تمام؟ وانا كنت تايه زيك، وعلى فكره اغلبيه الجيل ده تايه، واغلبيه الناس على السوشيال ميديا تايهين، لكن هو بيقنعك ان هو مش تايه، فاهم؟ يعني دلوقتي مع الاسف مؤخرا تلاقي ناس كتيره جدا على السوشيال ميديا طالعه وبتعمل محتوى وهي بتبني البيزنس وهي بتعمل محتوى. يعني هو مش فاهم اصلا هو بيعمل ايه، لكن هو دلوقتي بيبني البيزنس وبيمشيك معاه في الرحله بتاعته. فهو لما ينجح انت تفتكر الراجل ده عنده خبره كبيره، لكن هو حرفيا ابتدى زيك بالظبط. فاول حاجه لازم تفهمها هي ان انت مش قليل، وان انت مش غبي، وان انت مش عشان عايش في مصر فده معناه ان انت مش هتنجح. وده على فكره كلام مش تحفيزي، بجد انا بحاول ان انا افوقك واقول لك اللي انا كنت نفسي ان انا اسمعه او حد يقوله لي. حلو. دلوقتي انت هتسال نفسك 4 اسئله، وده على فكره برنسبل ياباني، جابانيز برنسبل اسمه ايكيجاي. الايكيجاي ده ببساطه هي كده زي ما تقول فلسفه الحياه، او ازاي تلاقي هدفك او شغفك في الحياه. وعلى فكره الشغف مهم، الشغف مهم، بس مش معنى ان انت ما لقيتش شغفك ده معناه ان انت مش هتعمل فلوس. يعني انا فتحت كذا بيزنس وعملت كذا حاجه جابت لي فلوس وانا ما كنتش بحب الحاجه دي، فاهمني؟ فدي حاجه ودي حاجه، الراجل كان هيموتني. فدي حاجه ودي حاجه. طب ازاي بقى تلاقي شغفك في الحياه؟ 4 اسئله. اول حاجه ايه الحاجه اللي انت بتحبها؟ ثانيا ايه الحاجه اللي انت كويس فيها؟ هتقول لي انا ما اعرفش انا بحب ايه. اكتب كل حاجه انت بتحبها واكتب كل حاجه انت كويس فيها. ثالث سؤال ايه اللي العالم محتاجه؟ وعلى فكره العالم ده بمعنى المكان اللي انت عايش فيه، فاهمني؟ مصر، لو انت عايش في قريه في مصر ايا كان، لو انت عايش في السعوديه في الاردن، مالكش دعوه بالعالم، ركز في الحاجه اللي انت بتقدمها. او ممكن برضه تركز في العالم لو انت عايز تشتغل اونلاين، بس انا بتكلم على تبتدي الاول من مصر او من الدوله بتاعتك، عادي جدا، مش موضوع مش مستحيل يعني، بالعكس ده اسهل لان مفيش كومبيتيشن. الغرب فيه كومبيتيشن عاليه جدا، ودي على فكره صعوبه النجاح في دول زي كندا وامريكا واوروبا. مش عشان النجاح فيها مستحيل، لا، بس عشان مع الاسف الكومبيتيشن عاليه. الكومبيتيشن في مصر والدول العربيه والله ما عاليه. انا بقول لكم الكلام ده لان انا جربت فتحت بيزنس في الدول دي والحمد لله البيزنس بيكبر، اللهم لك الحمد. طيب رابع سؤال، تمام، هو انت ممكن يدفع لك الحاجه الفلانيه دي ولا لا؟ بمعنى لو انت مثلا بتحب الطبخ، فانت بتحب الطبخ كويس في الطبخ، العالم محتاج طباخين، وفي نفس الوقت انت ممكن تدفع فلوس، ممكن يدفع لك فلوس عشان تطبخ. حلو كده. طب لو جينا بقى بصينا على المهارات اللي هي اونلاين زي مثلا فيديو اديتنج، جرافيك ديزايننج، كوبي رايتنج، كل الكلام ده هتلاقي ان انت ممكن تبتدي ببلاش على اليوتيوب، ببلاش تماما تماما. وعلى فكره لو انت عاوز كورسات ببلاش فممكن تخش على اليوتيوب بتاعت الجامعه بتاعتي ماني لاب يونيفرسيتي وهتلاقي كميه كورسات، كورس ازاي تجيب عميل، كورس على فيديو اديتنج، كورس على جرافيك ديزايننج. وعلى فكره لو عاوز تاخد كتاب مجاني تماما احنا عملناه لك، مكتوب بايدي، مكتوب يعني بالناس اللي معايا في التيم. فخش على انستجرام بتاع ماني لاب دوت يونيفرسيتي، هكتب لك اليوزر نيم هنا، وببساطه اعمل كومنت وخش ابعت لنا دي ام بكلمه كتاب وهيبعت لك كتاب على طول. طيب بعد كل الكلام ده انا عاوزك ببساطه انك تبتدي تطبق، تشوف فيديوهات، تبتدي توسع النتورك بتاعك، وتبتدي ان انت تخش على كل حاجه ممكن تجيب منها عميل، اي حاجه، فيسبوك، لينكدين، انستجرام، كل حاجه حرفيا، تمام، وتعرف شغلك وتبتدي تبعت لناس وتبتدي تحسن مهاراتك. وبعديها اوعدك ان قسما بالله هيجي لك عميل، واذا ما جالكش عميل حاول تاني واسعى تاني، فاهم؟ وفي نقطه مهمه برضه يا جماعه، وهي ادعي ربنا بجد والله العظيم. ده مش كلام يعني، انا مش لازم ابقى شيخ عشان اتكلم في الدين، بس انا بحب ان انا ادي النصيحه دي، هي الدعاء. وخلي عندك حسن ظن بالله،
تمام. وادعي ربنا بجد ان ربنا ينور لك طريقك ويحطك على الطريق المظبوط. واوعى تقول يا رب لو الحاجه الفلانيه فيها خير ليا قربها مني، ولو ما فيهاش خير ليا برضه قربها مني. ما تبقاش متطاول في الدعاء، تأدب في الدعاء. فاهم؟ دي نقطه مهمه جدا، عشان الموضوع لو كان فيه خير اصلا في البدايه ما ربنا كان هيقربها منك. فخليك ذكي، ما تستنصحش يعني، ما تشغلش دماغك على ربنا. بس كده. انا عارف الفيديو ده ممكن يبقى طويل وانا بصوره وانا بمشي، بس انا بحب اتمشى. انا على فكره عايش في كندا. ف بصوا المنظر. هي الدنيا مبهدله شويه عشان الشجر وقع، بس انا بحب اتمشى في المكان ده. المكان ده المفروض يبقى فيه عجل وكلاب وكده، بس انا بتمشى يعني، بحب المشي قوي. بس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.